السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأتم صحة واحسن حال. النهارده جايه لكم في فيديو جديد وبروتين جديد. هو مش تنظيف، هو النهارده هنعمل كده وصفة خفيفة كده، يا رب تنول اعجابكم. زي ما انتم شايفين النهارده هنعمل طريقة المدفونة بالكابوريا. طبعا مش انا اللي عاملة الاكل، لان انتوا عارفين ان انا تعبانة. فجوزي كده قال لي طالما انتي تعبانه خليكي وارتاحي. انا هعمل انا الاكل، وطبعا انا بشكرك جدا وربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك ابدا، لان انت عارف معنى ان انا تعبانه وجيت من شغلك وجيت عملت الاكل، دي طبعا دي حاجه كبيره. فزي ما انتوا شايفين كده هو عمل بصل وحط كده معاهم فلفل رومي زي ما انتوا شايفين، وحط معاهم كام فص توم، ونزل عليهم بالكمون والفلفل الاسود والكزبره والملح، وفضل كده يقلب فيهم علشان دي الحشوه بتاعه الكابوريا. طبعا انا اول مره ان انا اكل الاكله ديت، كنت دايما بسمع عنها، بس يعني انا اول مره اكلها فعلا بجد، وطلعت جميله جدا وتسلم ايدك متحرمش منك يا رب. زي ما انتوا شايفين كده هو كان منضف الكابوريا كلها وكان غسلها وكده. خلاص البصل يعني بقى كويس، وخلاص بدأنا ان احنا ننزله في قلب الطبق كده. وعلشان بقى نشوف احنا هنعمل ايه تاني، هو بدأ ان هو يفتح في الكابوريا كلها، وكمان بيشيل الحاجات الزيادة اللي فيها، وبدأ ان هو يجيب الايدين بتاعتها كده ويرصها في قلب الحلة من تحت. وبدأ ان هو زي ما انتوا شايفين كده جاب الكابوريا وبدأ ان هو يحشي فيها الخلطة اللي هو عملها ديت، وجاب خيط وقام رابطهم كده من فوق لتحت، علشان الخلطة اللي جوه دي تتحكم يعني ما تطلعش من قلب الكابوريا وتفضل يعني فيها. وطبعا هو عمل البهارات زي ما انا قلت لكم، وطبعا البهارات بتاعتها والخلطة اللي هو حطها فيها ديت اديتها يعني خلت طعمها في حتة تانية. بجد كان جميلة جدا، وبقولك تسلم ايدك وهفضل اشكرك من اول الفيديو، لان انت فعلا حسيت ان انا تعبانة ومقدر التعب اللي انا فيه وقمت كده. وطبعا دي مش اول مرة هو يعملها، ان هو يقوم يعمل كده الغدا. طبعا انتوا لو اللي عارفين متابعين معايا من الاول عارفين ان انا كنت قاعدة في شقة ايجار، وهو بدأ ان هو يعمل لي كده اكل برضو علشان انا كنت تعبانة. وهنا بقى خلاص بدأ ان هو يرص الكابوريا كلها فوق بعضها زي ما انتوا شفتوا كده، وبدأ بقى ان هو يحط البهارات بتاعتها عليها تاني، علشان بقى يعني يخلص بقى الكابوريا خالص ويديها المية بتاعتها، ويحطها كده على النار علشان تتسوى براحتها. طبعا حط نفس البهارات اللي هو حطها على البصل، وده زي ما انتوا شايفين كده الكابوريا بدأت ان هي تغلى ودخلت في السوي. بدأنا بقى ان احنا هو غسل الرز كده وسابه لغاية ما المية بتاعته تنشف منه، وبدأ بقى ان هو يحطه في الحلة، والمية اللي بتاعت الكابوريا هيحطها كده هيسقي بيها الرز، وبجد كان طعمه تحفة جدا. زي ما انتوا شايفين كده بدأ ان هو يسقي الرز بالكابوريا، المية بتاعت الكابوريا اللي طلعت. وخلاص بقى الرز كان خلاص استوى، وزي ما انتوا شايفين كده يعني هو كان لسه مخلص الحاجات والاكل كله كان خلصان يعني، وعلى طول اكلنا ما اخدش منه وقت كبير، لانه هو عمل كل حاجة زي ما انتوا تابعتوا كل حاجة مع بعض. وهنا بقى ده كان المنظر بجد خطف قلبي، يعني المنظر ده بجد خطف قلبي وبجد جميلة جدا وكانت تحفة. وهوريكم دلوقتي البهارات وكمية البصل من جوه والشكل بتاعها كمان لما فتحناها كده، بجد كانت جميلة جدا. وياريت تجربوها وان شاء الله هتعجبكم. يا ريت لو انتوا وصلتوا معايا لاخر الفيديو ما تنسونيش فضلا وليس امرا باللايك والاشتراك لو انت لسه ما اشتركتش في القناه بتاعتنا، عشان نزود العيله بتاعتنا وتكبر بيكم. وتكتبي لي كومنتات، بحبكم جدا. صلي على النبي في الكومنتات عليها افضل الصلاه والسلام. تصبحوا على الف خير.